جدا عشان خاطر انا عايز يبقى اما اطلع في حاجه يكون موضوع حقيقي، ويكونوا بيتكلموا مع دكاتره كاليبرز موجوده ليهم وقع في القطاع الطبي عامه على مستوى مصر. ولقيت ده في البرنامج هنا وكانت فرصه سعيده جدا. واحد من اهم برامج التوعيه اللي موجوده في المجال الطبي موجوده في مصر والميدل ايست طبعا، علشان البرنامج بيستضيف اطباء متخصصين وكل الكلام اللي طالع فيه بيكون علمي ومفيد لكل المشاهدين. دكتور هيلث صرح طبي وتوعوي فوق الوسط. دكتور هيلث البرنامج ان انا شايف انه ما يمنعوش حاجه انه يوصل لمستوى عالمي. المميز في البرنامج ان هو قوي جدا. مهم جدا ان احنا لو هناخد معلومات ناخدها من مكان موثوق فيه او كريديبل. حقيقي انصحكم ان انتم تابعونا في برنامج دكتور هيلث لمتابعه اخر التعليمات والنصائح الطبيه. في دكتور هيلث هنقدر نسمع المعلومه الطبيه الصحيحه ونستفيد افضل كتير من المعلومات الخاطئه اللي ماليه الانترنت. في دكتور هيلث في ذا ليتست ميديكال انفو من كل التخصصات. مهتمين قوي كمان بالتفاصيل، ازاي يقدموا حلول سمارت لكل الفئات العمريه. دكتور هيلث النهارده علشان عايزين نوعي البنات الصغيره عن الاجراءات التجميليه. عايزين البنات تبقى عارفه ازاي تعرف تعمل ريسيرش كويس لو هي بتفكر ان هي تاخد قرار زي ده، وده هيساعدها ان هي تتجنب اي مخاطر ممكن تحصل من الاجراءات التجميليه. ايه الحاجه اللي تخليك تتفرج على برنامج دكتور هيلث؟ ان احنا دايما مهتمين ان المعلومه تبقى ابديتد، تبقى جديده، تبقى على المستوى اللي انت تستحقه انك تعرف عنه احدث حاجه عن الصحه.